في الفيديو اللي فات اتكلمنا وقلنا ان احنا هناخد نموذج الشركات في الإدارة المالية وهنطبقه على مستوى الأفراد. في الشركات بنعتمد على معادلة اسمها معادلة الميزانية. المعادلة دي بتقول ان الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصروفات. الجزء اللي يخصنا احنا كأفراد هو الجزء الأخير من المعادلة اللي بيقول ان الإيرادات ناقص المصروفات. طيب الناتج هيكون ايه؟ الناتج هيكون يا إما أرباح أو خسائر، يا إما فائض أو عجز. تعالى بقى احنا نشوف الجزء الخاص بالإيرادات والمصروفات هنطلع منه ازاي بميزانية نقدر نعتمد عليها ويكون فيها شوية براح نقدر نتحرك فيه. فاحنا هنقسم المصروفات بتاعتنا لثلاث أقسام. القسم الأول هو المصروفات الأساسية، زي الأكل زي الشرب زي الإيجار زي الفواتير كهرباء غاز مية. هي الحاجات الأساسية اللي حياتك معتمد عليها بشكل أساسي وما ينفعش تستغنى عنها. الجزء التاني بتاع المصروفات وهو الجزء الثانوي او الجزء اللي بيقولوا عليه الكماليات الرفاهيات. طبعا احنا مش عاملين ميزانية عشان خاطر نعكنن على نفسنا، لازم برضو الحياة فيها شوية رفاهيات ترفه عن نفسك وترفه عن أسرتك، لكن في حدود المعقول. الجزء الأخير وهو الجزء الخاص بالمصاريف الطارئة أو مصروف الطوارئ. المصروفات الطارئة أو مصروفات الطوارئ زي مثلا المناسبات، جالك شهر رمضان، جالك سفر فجأة، زي مثلا العلاج، زي لا قدر الله جهاز خرب مثلا عندك فلازم تغيره أو تصلحه. هي دي المصروفات الطارئة. فاحنا قسمنا كده المصروفات بتاعتنا لثلاث اقسام، هعيدهم لك تاني: مصروفات اساسيه، مصروفات ثانويه، مصروفات طوارئ. المصروفات دي او الاقسام دي ليها نسب. النسب دي هتتاخد من الدخل بتاعنا، هتتاخد من الايرادات بتاعتنا. بس قبل ما اقول لك على النسب بتاعت الايرادات، تعال اقول لك كده على شويه حاجات لازم تاخدهم في الاعتبار. الحاجات دي هتشكل جزء كبير من الوعي المالي بتاعك. في ثلاث انماط بتحدد الوضع المالي لكل البشر، كل البشر تحت الثلاث انماط دول. الثلاث انماط دي هي خاصة بالناتج بتاع المعادلة بتاعت الميزانية اللي احنا لسه قايلين عليها: الايرادات ناقص المصروفات. فالنمط الاول بيقول لك لو كان الناتج بتاع المعادلة دي ناتج بالسالب فانت انسان مديون، انت عايش بالدين، انت عليك دين. وده طبيعي جدا، واحنا عارفين ان لو كانت مصروفاتك اعلى من ايراداتك فانت بالتالي بتستلف، فعشان كده الناتج بيكون بالسالب. وده كان الطريق الاول اللي هتوصل للهدف بتاعه اللي هو ان انت انسان مديون. النمط التاني او الطريق التاني بيقول لو المعادلة بتاعت الايرادات ناقص المصروفات الناتج بتاعها كان بيساوي صفر فانت انسان مفلس، انسان مفلس، الوضع المالي بتاعك بيساوي صفر. اللي في الشركات بيقولوا عليها نقطة التعادل، ان الايرادات بتاعتهم قد المصروفات. فده وضع مش كويس طبعا، لكن ان هو هيكون افضل من الانسان المديون. النمط الاخير بيقول ايه؟ بيقول ان الايرادات ناقص المصروفات لو كان الناتج بتاعها بالموجب، يعني بالفايض، فانت كده انسان مدخر، وبالتالي هيكون الادخار ده رايح للاستثمار، فانت هتكون انسان مستثمر. فالثلاث انماط بيحددوا ثلاث اهداف: انسان مديون، انسان مفلس، انسان مستثمر. فاحنا الهدف بتاعنا نوصل للهدف الاخير، الهدف الاخير من الانماط الثلاثة وهو المستثمر. احنا عايزين نكون ناس بتدخر، ناس بتستثمر اللي بتدخره. طيب تعالى بقى نرجع للجزء بتاع الميزانية الخاصة بتاعتنا، وان احنا ازاي نطلع بنسب. النسب دي هناخدها من الايرادات بتاعتنا نوزعها على الثلاث اقسام بتاعت المصروفات اللي اتفقنا عليهم. اول نقطة، احنا هناخد الايراد بتاعنا او الدخل بتاعنا اللي بيمثل 100%، هنوزعه على المصروفات اللي احنا اتكلمنا عليها. أول جزئية للمصروفات الأساسية هو الجزء الأكبر أو النسبة الأكبر، وهتاخد 60% من الإيراد بتاعنا. 60% من الدخل هيروح للمصروفات الأساسية. بعد كده الجزء التاني بتاع المصروفات أو القسم التاني بتاع المصروفات هياخد من الدخل نسبة 20%. كده بقى احنا عندنا 60% للمصروفات الأساسية، 20% للقسم التاني، القسم الخاص بالكماليات أو الرفاهيات اللي أنا قلت لك عليه، الجزء الخاص بقى بالخروجات والفسح واشتراكات الجيم واشتراكات النادي والحاجات دي كلها، ونسبة 10% للمصروفات الطارئة، مصروفات الطوارئ أو صندوق الطوارئ. كده احنا عندنا 90% من الدخل بتاعنا اتوزع على الثلاث أقسام بتوع المصروفات. هيتبقى الجزء بتاع 10%. ال10% دول هنقول عليهم ده الجزء الخاص بالادخار والاستثمار. طبعا احنا مش هنستثمر أول 10%، لكن احنا هندخر الأول، وهيكون الهدف من الادخار هو الاستثمار. احنا كده قسمنا المصروفات وقسمنا
كمان الإيرادات بتاعتنا وزعناها على المصروفات. كده يعتبر خلصنا النص الأول من الميزانية. طب تعالى بقى نشوف النص التاني من الميزانية، أو الجزء الأهم من الميزانية الشخصية. الجزء الأهم من الميزانية الشخصية أو القسم التاني من الميزانية الشخصية، وهو الجزء الخاص بالعشرة في المية اللي قلتلك عليهم بتوع الادخار والاستثمار، أو الادخار بهدف الاستثمار. ال10% دول احنا هنستمر على الميزانية اللي احنا قلنا عليها لمدة 6 شهور. كل شهر هنشيل ال10% بتوع الادخار بهدف الاستثمار لمدة 6 شهور. كده احنا تكون عندنا نسبة 60% من المرتب خلال 6 شهور. هنستغل ال60% اللي احنا حوشناهم، اللي احنا ادخرناهم دول، هنبتدي أول طريق الاستثمار بيهم، وهنستثمر في نفسنا. هنبتدي نتعلم مهارة، هنبتدي نروح ناخد كورس تعليمي، نتعلم مهارة تجيب لنا فلوس في المستقبل. وهو ده الجزء الأهم. ال10% اللي كانوا كل شهر ان انت بتدخرهم هم أهم من ال90% دلوقتي. ليه؟ لأن هي دي نقطة التحول اللي هتغير لك حياتك المادية. الوعي المالي لو ما وصلش للنقطة دي، انت مش هتقدر تغير حياتك المادية وتكون للأحسن، هتفضل في المستوى اللي انت قاعد فيه. فانت 6 شهور من السيطرة والتحكم على مصروفات بنسبة ال90% اللي احنا اتكلمنا عليهم من الإيرادات، هيتوزعوا بنفس الطريقة اللي قلت لك عليهم. والجزء الخاص بال10% بتاع الادخار 6 شهور، وهنستثمر في نفسنا. هنروح نتعلم مهارة من ال3 مهارات دول: مهارة التسويق، أو مهارة البيع أو مهارة المبيعات، أو المهارة بتاعت الدعاية والإعلان. ال3 مهارات دول مهارات بتجيب فلوس كتيرة جدا، لكن لو اتعلمناهم صح، لو استثمرنا فيهم صح، فانت هتستثمر في كورس تعليمي ويا ريت تدفع فلوس. طبعا في فيديوهات كتيرة ببلاش، في فيديوهات منصات كتيرة ببلاش، لكن انا عايزك تستثمر ال60% دول، تعتبرهم كاستثمار هيدر عليك عائد في المستقبل. انت بتدرب نفسك وبتمرن نفسك على الاستثمار. انت بتبني الوعي المالي بتاعك، فانت لازم تدفع فلوس. مش هتقدر تستثمر من غير ما تدفع فلوس. فيا ريت تدفع فلوس في حاجة محترمة، حاجة معتبرة تعلمك صح، لمركز كويس، لإنسان كويس، إنسان يخاف ربنا، يعلمك كويس الأساسيات والمهارات بتاعة البيع أو التسويق أو الدعاية والإعلان، اللي تكسبك، اللي تقدر تعتمد عليها في المستقبل. وهنستمر لمدة 6 شهور تانيين في التعلم. طيب هتيجي تقولي طيب أنا الميزانية بتاعتي ال90%، أنا باقي كده لسه 10%، هعمل إيه فيهم؟ لأن أنا خلاص حوشت 60% ووديتهم للاستثمار بتاع الكورس التعليمي ده بتاع المهارة. هقول لك ال10% بتوع الادخار والاستثمار أنت هتعيد ضخهم في الاستثمار بتاعك. الاستثمار ده محتاج منك رعاية في الأول. البذرة دي محتاج إنك تسقيها بالمية عشان تطلع بالثمرة دي، اللي هي ان شاء الله هيكون عائد مادي او عائد علاقات او عائد حتى فكر جديد. هي دي الثمرة اللي هتطلع لك من البذرة اللي انت زرعتها في 6 شهور. فان شاء الله باذن الله هيكون الحصاد مربح ومجزي بالنسبة لك، لكن لو مشيت على الطريقة اللي انا قلت لك عليها. ال10% لمدة 6 شهور تانيين هتعيد ضخهم في المهارة اللي انت بتتعلمها. ليه؟ لأن ممكن المهارة دي مثلا تتطلب منك مظهر معين، عايزة مثلا بدلة، عايزة مظهر معين، عايزة تنقلات كتير، عايزة مثلا فاتورة تليفونك ارتفعت شوية، فبالتالي هتحتاج منك مصاريف، هتحتاج منك رعاية. وكل ما هتديلها استثمار أكتر، كل ما هتضخ فيها فلوس أكتر، كل ما العائد هيكون أكبر في المستقبل. كده انت غيرت حياتك المادية 3 مرات خلال سنة واحدة بس. أول مرة يوم ما أخدت الخطوة وقررت إن أنت تبتدي. تاني خطوة يوم ما أنت استثمرت في نفسك، ويوم ما أنت ادخرت ال6 شهور وقررت إنك تستثمر في نفسك وتتعلم مهارة تجيب لك فلوس. تالت مرة إن شاء الله لما هتجيلك الأرباح من الاستثمار بتاعك، وبكده أنت حياتك هتتغير إن شاء الله، إن شاء الله خلال سنة ويمكن أقل كمان. لكن لو التزمت. بدون التزام كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده ولا له أي لازمة، ولا هيتغير أي شيء، وهنفضل زي ما احنا، هنفضل نشتكي وهنفضل في دايرة الشكوى. وكل الناس بتتقدم، وكل الناس بتبني نفسها، وكل الناس بتبني الوعي المالي بتاعها، واحنا هنفضل زي ما احنا.
في نقطة أخيرة أنا حابب أقولك عليها، وأنا بصراحة اترددت كتير قبل ما أقرر إن أنا أقول الكلمتين دول، لكن أنا هقولهم وأجري على الله، وإن شاء الله يوصلوا لوعيك وإدراكك وتقدر تفهم أنا عايز أقولك إيه. لو إحنا واقفين عند الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للمرتبات، فإحنا بيحصل معانا حاجة من الاتنين: يا إما في حد بيستغلنا وبياكل حقنا اللي إحنا فعلا بنستحقه، أو إن القيمة بتاعة الوظيفة بتاعتنا هي قيمة قليلة جدا جدا. أنا مش عايز أقول التعبير التاني لأن الوقت بتاعنا وقت قيم جدا، لأن الوقت ده بيمثل حياتنا، وحياتنا غالية علينا وغالية عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا مش هقول التعبير التاني، لكن الوظيفة اللي احنا بنشتغلها هي وظيفة قيمتها قليلة. فاحنا قدامنا حل من اتنين، قدام الاحتمالين دول: يا اما نغير من نفسنا ونمنع الاستغلال ده، وان احنا نسيب المكان اللي بيستغلنا او الناس اللي بتستغلنا، او الاحتمال التاني ان احنا نبقى عندنا وظيفة ليها قيمة. والوظيفة اللي ليها قيمة مش هتيجي غير بالعلم. لازم نتعلم حاجة معينة، لازم نتعلم حاجة قيمة ليها قيمة السوق محتاجها، لأن هي في النهاية عرض وطلب. أنا مش عايز أقول إن الإنسان هو سلعة، لكن الشغل، الوظيفة بتاعتك هي السلعة، هي السلعة اللي بتخضع للعرض والطلب. فحاول تخلي الوظيفة بتاعتك ليها قيمة، بإن احنا نطور الوظائف بتاعتنا، نطور المهارات بتاعتنا، عشان نقدر نلاقي مردود كويس نقدر نعيش بيه حياة كريمة. أنا بشكرك، والسلام عليكم.